السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين. احنا مع بعض بنكمل جهاز العروسة، وهقول لكم النهاردة على الأجهزة الكهربائية ورفايع الأجهزة الكهربائية كلها اللي أي عروسة ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. ومعلومة هقول لكم عليها حاليا، بس دوسيلي لايك الأول عشان خاطر الفيديو ده دمار ومش هتسمعوه على اليوتيوب، وانا واثقه ان انتم ما سمعتوش على اليوتيوب قبل كده ومش هتسمعوه تاني على اليوتيوب، لان ده مجمع كل حاجه. اول حاجه دوسي لايك بس. اول حاجه، كل حاجه هقولها في الفيديو ده مهمه جدا جدا جدا، مفيش حاجه فيه اسمها مش مهمه. تمام؟ اتنازلي عن اي حاجه في بقيه العزال مقابل الحاجات دي. يعني اتنازلي عن طقم حلل عشان الحاجات دي، اتنازلي مثلا عن نطقم سراير عشان الحاجات دي، اتنازلي مثلا عن بطانية عشان الحاجات دي، اتنازلي مثلا عن اي حاجة علشان خاطر الحاجات دي مهمة جدا جدا وهتنفعي جدا جدا وبتزيد في السعر كل يوم. الحاجات دي مهمة قوي وهتعجبك قوي قوي. يلا نبدأ مع بعض. اول حاجة في رفايع الاجهزة الكهربائية اللي هي زي ايه؟ زي العجان اللي انت بتعجني فيه، مهم جدا وهاتيه كبير عشان خاطر هتحتاجيه طبعا. زي القلاية الهوائية اللي كتير قوي عارفها ان هي اللي بتحمر الحاجة من غير زيت، ودي تحفة 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 من لو قلت من هنا للسنة الجاية. زي عصارة البرتقال، حلوة جدا جدا في عصر البرتقال وعصر الليمون، زي ما تقولوا قولوا، وممتازة جدا جدا تخليكي تنجزي. هتنزلك عصير البرتقال بيور فريش حلو كده تشربيه انتي وجوزك اطفالك في المستقبل. رابع حاجة الهاند بلندر، حلوة جدا، حاجة كده وهي في الحلة تقومي جايه ضرباها مية مية، تحفة، حاجة تحفة. تمام. مضرب الكهرباء. حد يجي يقول لي طب ما انا جبت العجان ده غير ده، حبيتي تجيبي مضرب كهرباء عادي اللي هو المضرب لوحده، حبيتي تجيبيه بالبوله بتاعته، الحريه الشخصيه اللي ترجع لك برضو، وهو حلو برضو ممتاز جدا في عمل الكيكات وعمل الخفق والبشاميل، تحفه. ومضرب النسكافيه بالكهرباء، برضو في مضرب نسكافيه بالكهرباء احسن من العادي. يعني لو ما جبتش مضرب النسكافيه بالكهرباء ده ما تجيبيش التاني، لان التاني بيبوظ في ثانيه، اللي بيبقى بالحجاره ده. انا جبته ورجعته وجبت المضرب اللي هو بالكهرباء. الكاتل في غنى عنه. ونصيحة بلاش تجيبي الكاتل ازاز، هاتي جرانيت سلستين كل الكلام ده، لان الازاز مش احسن حاجة. انا جبت ازاز واتكسر ورحت جبت واحد تاني، اتكسر بعد فرحي يعني، ورحت جبت واحد تاني برضو ازاز وما حبيتش استخدامه قوي. هو بيكون شكله حلو في الاول، ولو هتجيبيه هاتيه خامة نضيفة قوي عشان الليد بتاعه ما يبص. بصراحة بتاع فرحي كان ممتاز، كان حلو قوي وكان عاجبني شكلا وموضوعا وكل حاجة، بس يلا الحمد لله. تاني حاجة المفرمة اللي بالكهرباء، حلوة جدا، هتعملي كل حاجة، تفرمي اللحمة في البيت. حد هيقول لي ما انا ملهاش لازمه. لا، هتفرمي اللحمه في البيت، هتبقى عندك، حبيتي تعملي طعميه، حبيتي تعملي كل حاجه، كل حاجه هتبقى حلوه قوي معاكي، وما تجيش تبصي تقولي وانا هستخدمها في ايه. كل الحاجات دي هتستخدميها على المدى البعيد، بس عشان تيجي تجيبيها على المدى البعيد هتكون غاليه جدا 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 جدا، كمان اكتر ما هي غاليه حاليا يعني. تاني حاجه الشوايه اللي بالكهرباء، حلوه قوي 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 قوي، هتحتاجيها برضو تغيير بقى وكده. التوستر اللي هو بيعمل الوافل والبانكيك والدوناتس وكده والسمبوسة، وفي جريلا برضو تبسيمة السندوتشات، تحفة 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 وحلوة قوي برضو. والكشاف لا غنى عنه، وهاتيه نوع نظيف جدا 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 علشان خاطر ما يتحرقش، ما تدفعيش فلوس في الفاضي. الحاجات دي بالذات لازم تجيبي فيها كل حاجة نظيفة قوي قوي قوي. تمام. والمكوة برضو، المكوة لازم تجيبيها نظيفة قوي قوي قوي، يا اما ما تجيبيش عشان خاطر برضو دي بتكوي الهدوم. تيجي مثلا تكوي قميص جوزك الابيض يتحرق، هتروحي عند امك على طول، على طول كده، على طول يقولك مع السلامه انت بمكوتك عند مامتك.
وكمان معانا مكنة الزبادي، مهمة جدا وحلوة جدا ومفيدة جدا جدا، وبالأخص لما تجيبي أطفال بدل ما تروحي تشتري علبة الزبادي غالية، هتعملها في البيت بكيلو لبن وهتبقى حلوة قوي. وكمان معانا الكبة. هنرجع بقى هنا، حد يقول لي طب انا جايبه المفرمه. الكبه مفيده، تفرمي فيها البصل، تفرمي فيها الثوم، تفرمي فيها كل الكلام ده. حبيتي تجيبها بالكهرباء، حبيتي تجيبها يدويه، براحتك زي ما انت عاوزه وزي ما تحبي. تمام. لان هم كانوا بيقولوا لي وانا بجهز الكبه ملهاش اي لازمه، إيه ما انت عندك المفرمه. قلت لهم انا مش هطلع المفرمه واركبها وكل الكلام ده عشان خاطر بصلايه او اتنين، عشان اعمل تتبيله فراخ. فالكبه مفيده جدا وانت حره، حبيتي تجيبيها يدويه براحتك، حبيتي تجيبيها بالكهرباء براحتك، واليدويه عمليه اكتر بصراحه يعني. ومعانا كمان الخلاط، طبعا مهم قوي. حبيتي تجيبي المجموعه كلها اللي هو الكبه والهاند بلندر والخلاط والمطاحن وكل الكلام ده براحتك، حبيتي تجيبي لوحدك. انا واحده من الناس جايبه كل حاجه لوحدها. ومعانا كمان الكولدير، كولدير الميه، في ناس بتستغنى عنه بس هو مهم وحلو قوي 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 قوي. كولدير الميه بالقاروره بتاعته. وفي كمان مكنه القهوه، بالاخص لو انت كيفه قهوه او لو جوزك كيف قهوه، وكمان عشان خاطر لو حد جه عندك بيحب القهوه وكده تعملي له قهوه. والمكنسه الكهربائيه، هات المكنسه سرعه قوه الشفطه بتاعتها عاليه قوي عشان تفيدك وتريحك وهتبقى مريحه معاكي جدا جدا. وهتجيبي اللي هو الصب السماعات، عايزه تجيبي السماعات، عايزه تجيبي ساوند سيستم براحتك اللي يريحك، ده حلو وده حلو. عايزه تجيبي مجموعه صب كبيره برضو براحتك اللي يريحك، بس هو هيبقى حلو قوي في اي مناسبه تيجي عندك. وكمان معاكي والمراوح، حبيتي تجيبي مثلا تكييف ومروحتين براحتك. تكييف برضو مهم قوي وحلو قوي، ولو جوزك مش مقدر ان هو يجيبه هاتيه انت وهتحتاجيه جدا، بالاخص لو انت شقتك في الدور الاخير عشان نكون على نور. المراوح حبيتي تجيبي مروحتين عمود، 3 عمود براحتك. حبيتي تجيبي مثلا في كل مكان مروحه حائط ومروحتين عمود او مروحه عمود متحركه معاكي هتبقى حلوه قوي. والمراوح العمود بصراحه انا افضلها لان متحركين معايا في كل مكان اروحه. والفرن الكهرباء طبعا مفيد قوي قوي. والفرن الكهرباء حلو في حاجه ان انت بتقومي جايه ظابطه التايمر وبيفصل مع نفسه، دي حلاوه الفرن الكهرباء. والميكروويف مهم جدا 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 جدا. وطبعا بقى الحاجات الاساسيه اللي لا غنى عنها، عندك التلاجة هاتيها نوع كويس وحاولي تجيبيها واسعه. وعندك الديب فريزر برضو نفس الشيء، حاولي تجيبيه واسع عشان التفريزات بقى والتخزين بقى والحاجات الحلوه قوي دي اللي كل ست بتعشقها. هتقولي انا مش هعمل الحاجات دي وهجيب كل حاجتي جاهزه، لا يا حبيبتي هتعملي. واحده اختك ديت كانت برضو بتقول نفس الكلام، بس انا بصراحه بحب اعمل كل حاجه بايديا بدل ما ان انا اشتريها، بحب افرز كل حاجه بدل ما اروح اجيبها من بره. وهنعمل مع بعض كل الفيديوهات دي بعد كده. وطبعا البوتاجاز، نصيحة بقى في البوتاجاز ده يعني حاجة حلوة قوي. هات النوع اللي عن تجربة، عن تجربة اقرب الناس ليكي، هات النوع الكويس، هات النوع الممتاز. ويا سلام بقى لو تجيبيه بيلت ان، والله بصي لا تدعيلي، نصيحة هاتي البوتاجاز بيلت ان، والله هتدعيلي، اللي هو الفرن لوحده والبوتاجاز لوحده. وكمان نصيحة تانية هتدعيلي عليها، حاولي تجيبي البوتاجاز اللي هو كل عين عليها الحامل بتاعها، بلاش الحوامل اللي هي بتكون كبيره طويله ديت اللي هي بتبقى على عينين مع بعض، مش حلوه والله وهتصعب وهتزهقك في التنظيف وهتكرهي تنظيفها اصلا وهتكرهي البوتاجاز اصلا. فحاولي ان انت تجيبيها بصراحه، انت لو وفقت الشرطين دولت في البوتاجاز هتعيشي مرتاحه قوي طول حياتك في المطبخ، وهتحبي المطبخ قوي 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 اكتر ما انت هتحبيه اصلا. وطبعا الغساله، نصيحة حاولي ان انت تجيبي الغسالة الاطباق اللي هي الاوتوماتيك، بلاش الفوق اوتوماتيك، الاوتوماتيك احسن بكتير. هتيجي تقولي لي مش واسعة حبيبتي، انت مش هتحتاجي الاوتوماتيك الكبيرة عشان تغسلي فيها بطاطين ودفايات وكده، مش هيحصل لان مش هتشيلها وهتكسري الغسالة، هتكسري الحلة بتاعت الغسالة عن تجربة شخصية. فحاولي ان انت تجيبي الاوتوماتيك. وهتيجي تقولي لي ده لها مسحوق خاص، على فكرة الغسالة الفوق اوتوماتيك برضو لها مسحوق خاص وما بتنضفش بالمسحوق العادي، نصيحة يعني. تمام. بالاخص ان المسحوق الخاص بيوفر معاكي كمان، فعشان خاطر تستغلي الرخامه كده ويبقى مطبخك كله حلو. تخيلي بقى غساله اوتوماتيك مع البوتاجاز البلت ان ورخامتك كلها مسطحه، تحفه تحفه. ويا سلام بقى تحطي الديب فريزر والتلاجة في المطبخ،
تخيلي كده، تخيلي والله العظيم لا هتدعي لي لو انت عملتي وخدت النصايح بالذات في الاجهزه الكهربائيه. اي حاجه تانية مش مشكله، اي حاجه تانية ممكن تجيبيها، اي حاجه تانية ممكن تتعوض، صدقيني. لكن الاجهزه الكهربائيه لا، نصيحة هاتيها حلوة، حاجة نظيفة جدا 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 جدا. تمام. وغسالة الاطباق حلوة ومهمة قوي عندي وعملية جدا ونظيفة جدا، وكمان لتعقيم الحاجة ممتازة. وطبعا مع بعض اخر حاجة الشاشات. طبعا هتجيبي 2 شاشة برضو على حسب قعدتك، في الليفينج في الصالون، وواحدة في اوضة النوم ممتازة. انا عايزة اقول لكم ان انا في الشتاء انا حياتي كلها في اوضة النوم، ما بطلعش بره اوضه النوم. قعدتنا كلها في اوضه النوم ممتازه جدا وحلوه جدا ان انت يكون عندك شاشه في اوضه النوم، عشان خاطر الشتاء كده بقى والدفا ومش عارفه ايه، وان انتوا تفضلوا كده يعني فاهمين. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، خلاص ما عادش في اجهزه كهربائيه تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ويا ريت تدوسي لي لايك وتشجعيني وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل فيديو جديد. ويا ريت تعتبروني اختكم وتدوسوا لي لايك. لو الفيديو عجبك دوسوا لي لايك، والله انا واقفه على رجلي يعني وبتكلم معاكم وكده. وانا عايزه ان يكون السوشيال ميديا ده شغلي، لان انا حاولت ان انا اشتغل في حاجات كتيره قوي قوي، وبس طبعا بظروفي وبظروف بنتي وحكم الحياه الصعبه وكده، فانا حابه ان القناه دي تكون شغلي ومصدر رزق ليا، مصدر رزق ليا. فطبعا يا ريت تساعدوني وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه وتدوسوا لي لايك. والله اللايك ما بيعمل اي حاجه غير ان انت بترفعي الفيديو عشان غيرك يشوف، يعني انت بتفيديني وبتفيدي غيرك كمان زي ما انت استفدتي. فاكيد انت لو واحده بخيله مش هتعملي كده، لكن لو انت كريمه وام الكرم كله هتعملي حاجه زي دي. فبعد اذنك يا ريت تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. مع الف سلامه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.